السلام عليكم وأهلا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم جبت لكم الوصفة تاع الشوفلير، راح تهنيك شوية وشي. راح ندير الفطور وش راح ندير العشاء. هذه الوصفة بإذن الله راح تنحي عليك. أنا عارفين يعني رانا كل يوم في حيرة وش نديروا الفطور وش نديروا العشاء، بصح جبت لكم هذه الوصفة خفيفة ظريفة وراح تنقص عليك يعني حيرة من الحيرات. هني عندي رأس من القرنبيط أو الشوفلير، هكا راح نحي له هذاك يعني تجي شوية وساخ من الفوق، تجي شوية كحولية من الفوق، نحيها هكا بالموس. ونجي هنا للظهر نتاعها كما راكم تشوفوا، ونبدأ نحيها بهذه الطريقة. نحيها بهذه الطريقة باش تسهل عني من بعد باش نحي هذيك الزهرات تاع الشوفلير. شوفوا كامل ندخل الموس كامل بهذه الطريقة هكا، وراح تشوفوني كيفاش يعني نحي بكل سهولة. شوفوا انا نحبها هكا صراحة، تجيني الحبات نتاعها كأن يعني هيك الزهرات نتاعها يجوا بهذه الطريقة. شوفوا راح نكملهم كامل بهذه الطريقة ونحيهم، وبعدين نشوفوا المرحلة الموالية. هني عندي كمية من الماء، شوفوا هذه كمية من الماء، يعني جبت طنجير وحطيت فيه الماء وحطيت فيه كمية من الملح هكا على حسب الرغبة الملح. وهني ورقة عرند، شوفوا عليه حطينا ورقة الرند. ورقة الرند كما نعرفوا راهو الشوفلير كي يبدا يطبخ في الماء يطلق واحد الريحة من السمحة مش محبذة، نديروا له ورقة هذيك تاع الرند باش ينحينا تماما هذيك الريحة. راح نحطه هنا كما راكم تشوفوا، نحطه في النار حتى يطيبوا معنا، يعني ما نخليهمش يهروا ياسر، بمجرد انهم معناها يطيبوا ويبقوا محافظين على الشكل نتاعهم نصفيهم ونخليهم على جنب. بالنسبة للصوص هني عندي كمية من الحمص، عندي دجاج، عندي نصف قرن من الفلفل الحار، عندي حبة طماطم، عندي 2 فصين من الثوم، وعندي كمية من البصل. شوفوا أنا عندي البصل هذا وانا اللي يجي طويل، انت إذا عندك البصل العادي ديري حبة كبيرة. وعندي حبة بطاطا متوسط الحجم، وعندي ملعقة تاع طماطم مصبرة ونصف ملعقة من الهريسة، والهريسة تكون اختياري. كذلك الدجاج يعني يكون اختياري على حسب انت وش حابة ديري. هني في قدرة كنت حطيت كمية من الزيت وحطيت عليها هذاك الدجاج، شوفوا حتى نكسب لي شوي لون. في المرحلة هذه راح نضيف كامل هذاك البصل كنت قطعته يعني كما راكم تشوفوا فيه، والبطاطا ثانا والفلفل قطعتهم بهذه الطريقة. شوفوا حبة البطاطا كيفاش قطعتها، يعني تقطيع عشوائي ويكون كبير شوية خاصة للبطاطا. والبصل نقطعوه تقطيع عادي هو والفلفل. راح نقليهم شوي فقط باش ما يذبال معاك شوية هذاك البصل. نحط الكمشة تاع الحمص، ودرت هني الطماطة كنت قطعتها بهذه الطريقة مربعات، أو قادرة يعني تربيها حتى تربيها تجيك سمحة. هني قطعتها فقط. راح نقليهم شوي مع بعضهم. في المرحلة هذه راح نضيف التوابل، عندي ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر المرحي، وملعقة صغيرة كذلك من راس الحانوت، وملعقة ملح، يعني ملاعق صغيرة تكون، ونصف ملعقة من الفلفل الأسود. وراح نضيف كذلك الطماطم والهريسة، وراح نقليهم كامل مع بعضهم. شوفوا هنا راح نضيف لها شوية تاع ماء ونخليها تتقلى، يعني من المستحسن انك تقلي. شوفوا هني بعد ما تقلى معايا مليح، شوفوا منظرها يشهج. راح نضيف الكمية تاع الماء انا نستحق، يعني راح نغمر هذه وين مش راح نعبيها ياسر، لان اصلا حتى كنت تكثر الماء مش راح تجيك الماكله بنينه. جس ما يتغطى هكا الدجاج، ونسكر عليها الكيكوت. انا نحب الكوكوت، يعني نسكر عليها جست واحد الربع ساعة هكاك من بداية ما تصفر يكون طابت معاك، ولا 20 دقيقة. مرحلة أخرى جبت هنا كأس من الفرينة،
ضفت عليه كمية من الملح ورشة من الفلفل الأسود كما تشوفون، وقادرة تضيفي ملعقة من النشاء. أنا اكتفيت فقط بالفرينة، لكن حتى النشاء راح يدير لك واحد القرمشة تهبل. وضفت حبتين من البيض، شوفوا بهذه الطريقة، وراح ندمجهم مع بعضهم. وراح نضيف هني، راح نجيب كأس من الحليب، شوفوا كأس من الحليب، نبدأ نضيف الحليب بالتدريج ونخلط بهذه الطريقة. نبقى نضيف يعني في الحليب هكا، شوفوا حتى نتحصلوا على قوام يجي خاثر شويه، يعني ما يجيش خاثر ياسر 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 ولا خفيف، يجي خاثر. نقدروا ان نغلفوا هذيك الحبه تاع الشوفلار. هكا شوفوا هذا الخليط اللي نتحصل عليه كما هكا. كما قادرة تضيفي ثنا شويه دبشه. هني راح جبت الزيت، كنت حطيت يعني ما زودتش الزيت ياسر، كمية فقط من الزيت، وخليته حتى سخن، ونقصت عليه النار يعني اقل شوي من المتوسطة. ونحط هذيك بعد ما نكون نغلف هاك الحبات، يعني نغلف حبة الشوفلير ونحطها في الزيت. شوفوا علاش قلت لكم الزيت يعود شوي اقل شوي، يعني يكون سخون، وبعدين نقصي على نار اقل شوي من المتوسط، يعني باش الحبه تاع الشوفلير تطيب مع هاك الخليط هذاك، تطيب حتى للداخل، مش تعود طايبه من البرا ومن الداخل تحسي هذاك البيض او هكذاك الخليط تاع الفرينه مازال ما طابش. يعني خليها تطيب على راحتها فقط، ما تكونش النار ناقصه ياسر وما تكونش قويه ياسر، تكون متوسطه، اقل من المتوسطه بشوي. شوفوا هني بعد ما قلبتهم بقيت نقلب فيهم حتى نحمروا بهذه الطريقه. وبالنسبة للصوص هذه كما قلت لكم هزت لي 20 دقيقة هكاك أو قل شوية. بعد ما كانت طابت كنت حطيتها هنايا في الصحن، وجبت كمية من الشوفلير هذا كوانا، وراح نستفه بهذه الطريقة. شوفوا راح ندير لها يعني تزيين خفيف وبسيط على الاخر. شوفوا الصوص هذه، ها هي كيفاش راهي جات خاثرة تهبل. راح نضيف ثناكة كمي شوية صوص من الفوق بهذه الطريقة، ولا قدمي كل وحده وحدها. ودرت هني هذاك الدجاج وشويه قرن شويه فلفل على جنب، وكان فطورنا واجد. ان شاء الله شهيتكم في الجنه، والله غير طعم جات تتهبل وبنينه بنينه بنينه على الاخر. وهذا الطبق تاعنا، شوفوا ان شاء الله يكون عجبكم ونال رضاكم. روحوا، كنت قدمت انا مع الخميره تاع الطاوه وشويه سلطه. شوفوا الخميره كيفاش جات تتهبل. ان شاء الله باذن الله نهار نشاركها معكم. يعني هذه ما تجيش في الطاجين، تجي في الطاوه وسريعه وفمفم، يعني بالخف راح توجد. ان شاء الله يكون الفيديو خفيف ظريف عليكم. ما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك. سلام وشهيه طيبه.